حادث سرقة صار قدام. جماعة الخير، الناس اللي ينصحوني من ذا الشيء انسرق قدام عيني وتوني استوعب انه يعني لازم تاخذ اقصى الحيطة والحذر. فهذا هو اللي بتكلم عنه اليوم. ايوه شكرا لكم يا جماعة الخير. صار لي سنة 365 يوم، يعني تقريبا اليوم هو سنة كاملة لي في التيك توك. فالحمد لله الكرب وعقبال السنين القادمة. الحلقة التاسعة من سلسلة إلي دندن في شوارع لندن. فهذا نتكلم اليوم في سالفة إلي. قبل نبدأ لا تنسوا انكم لايك متابعة وبسم الله. طبعا السرقة هنا ترى نفس السلام عليكم، يعني ما ادري سويت حركة بس انه نفس السلام عليكم، يعني يسرقون بعدد هائل. تخيلوا مسوين احصائيات ما ادري بريطانيا ولا لندن عام 2023 يعني السنة اللي طافت، بلغ عدد سرقة الجوالات 90,000. يعني استغفر الله بمعدل كم جوال كل 6 دقائق يعني سرقة. حتى اني قابلت واحد يكون سرق مني جوالين انتبه. فبداية قصتنا كنت طالع من الهايد بارك ورايح للشقة، فجوالي كان طافي الحمد لله وكنت حاط يدي على مخبأي، وكانت حزة مغرب هذاك الوقت. فقاعدين نمشي وشوية نوقف عند قطع إشارة والناس يمشون والسيارات تمشي، ولا ورانا شخص لابس أحمر قاعد يكلم ويمشي يضحك أو مستانس، الله يكون في عونه. ففي يوم كلم بيمر على جنبي كذا ما بيني بينه إلا شبه، حتى يمكن ضربني ولا ضربته بالغلط استغفر الله. من قريب رجع مقنع أبيض لابس خوذة سيكل كهربائي يدعس السلام عليكم، وحط صندوق ورا أسود أتوقع والله أعلم. فجاء الرجال كان يكلم، أنا قاعد أشوف بسرعة. هذا كله ترى ما جت أقل من 10 ثواني أو استغفر الله 15 ثواني قليلة. فمر عليه كذا من الجوال اللي بيسحبه أول مرة ما قدر، فجاء مرة ثانية سحبه وطق. الرجال مسكين أقسم بالله إنه مسكين، يعني إحنا بعيدين من الهايد بارك بعدنا. فالرجال ركض وذاك خلص خب أو سرقه الزبل ما يخاف الله. حزنت على الرجال صراحة، كان ودي إني بزعل بس ما قدرت، الحياة اللي بنت نادي. الرجال ركض ويقول إنه يركض إلى الحين لا استغفر الله. السيك أخذ جواله الله يعينه والله يعيضه، يعني بيبي يمكن ياخذ البطايق اللي ما ندري. فهذه انتبهوا منها، يعني الحمد لله في دولتي وفي الدول الإسلامية عندنا فيها أمان، هنا ما فيها. فمستحيل أنسى هذا الموقف وخلاص باخذ أحد على نفسي. إيه صح، حتى في كويتي قابلته قاعد أول ما سرق قاعد يسوي كذا والله العظيم، قاعد أفكر فيه قاعد شفت أنا انصدمت. في يوم رحنا طلع الجوال يبغي يمزح مع مرته، فقام تاخذ من الجوال تبي تسرق جوالك ونعود الكويت زعلانين. لا يا رجل. فهذا هو يعني قصة وعبرة أنا خذيتها وللآن حتى أنا مصور في الشقة زابن منهم. فهذه هي قصة اليوم وبس. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.